لمحات من كيميت مع إسلام مكرم. نفر هيرو، كل سنة وكل أهلي وحبايبي ومصر والدنيا كلها بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم. كلنا طبعا هنشتري فوانيس ونغني وحوي يا وحوي إياح. طيب حد يعرف الفانوس أصله إيه؟ والأغنية دي نفسها أصلها إيه؟ الأغنية دي ملهاش علاقة أصلا باللغة العربية ولا بشهر رمضان، لكن بتعود أصولها للغة المصرية القديمة. الحكاية بدأت مع غزو الهكسوس لمصر تقريبا سنة 1650 قبل الميلاد. الهكسوس هم شعوب بدوية من أصول أسيوية أو هندو أوروبية. هم حتى ملهمش اسم معروف، لذلك المصريين أطلقوا عليهم اسم هكسوس، والكلمة دي معناها الحكام الأجانب، حكا خسوت. تسللوا لمصر من صحراء النقب إلى سيناء ومنها إلى الدلتا، وقدروا يسيطروا على الدلتا في فترة ضعف شديد كانت في نهاية حكم الأسرة الرابعة عشر، ونجحوا في تأسيس أسرة ليهم اللي هي الأسرة ال15. احتلال الهكسوس للدلتا استمر حوالي 100 سنة، وهم أول ناس أدخلوا الخيول لمصر، والمصريين اتعلموا منهم صناعة العربات التي تجرها الخيول والعجلات الحربية، وتعلموا منهم صناعة بعض الأسلحة زي الأقواس المركبة والفؤوس الخارقة والسيوف المنحنية. وده كان له أكبر الأثر إن مصر قدرت فيما بعد تكون جيش قوي وتبني إمبراطورية ضخمة. كان دوت في بداية الأسرة ال18. طيب حكم الهكسوس انتهى إزاي؟ الفضل بيرجع للملكة العظيمة إياح حتب. إياح حتب معناها القمر راضي. هي زوجة الملك الشهيد سقن نرع من الأسرة ال17. الأسرة ال17 حكمت مصر من طيبة في نفس فترة حكم الهكسوس للدلتا، وسقن نرع هو الذي بدأ الحرب ضد الهكسوس واستشهد في هذه الحرب. الملكة إياح حتب هي أيضا والدة كل من الملك كاموس اللي استشهد في نفس الحرب، والملك أحمس اللي نجح في قهر الهكسوس وطردهم من مصر وقضى عليهم نهائيا. إياح حتب كان لها دور بارز في تشجيع زوجها وأبنائها ومساعدتهم في المعركة حتى تغلبوا على العدو. وعرفانا بفضلها خرجت الجماهير تحتفل بالنصر وهي تحمل المشاعل ليلا، وغنوا للملكة واح واح إياح، يعني تعيش تعيش إياح. والجملة دي هي اللي تطورت بعد كده وأصبحت وحوي يا وحوي إياح. واستبدلنا المشاعل بالفوانيس، وبقت أغنية بيرددها الصغار والكبار في شهر رمضان ابتهاجا بقدومه وهم بيحملوا الفانوس. كل سنة وانتم طيبين. اضغط متابعة للصفحة ولايك وشير. كيميت، أصل كل شيء.